بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من النبي بعد صادق الوعد الأمين عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبع هداه الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. أعزائنا حبايبنا الزملكاوية في كل مكان، نلتقي معكم في أيام ليست هي الأفضل في تاريخ نادي الزمالك، بل هي ليست الأفضل في مسيرة الزمالك هذا العام 22-23. نلتقي معكم في قناتكم المفضلة كلام كورة وبرنامجكم كلام في المليان يحيى والحديدي والكوارث. معنا النهارده محمد الحديدي الذي أتى وفي جعبته كثيرا من السهام المصوبة إلى قلب وعقل الإدارة الزملكاوية، ومعنا من أتى بهدوء كامن وفي داخله العواصف من أجل الاستقرار النفسي والهدوء، ولكن دوما ودائما لابد من الهدوء أن يأتي بعد العاصفة، فإلينا وإليكم العاصفة. محمد الحديدي عاصفة هوجاء لا حدود له، أتى بسهام كثيرة. نسمع محمد ونرد عليه. اتفضل محمد. هو الشغل الشاغل القدم، بس احنا هنتكلم دلوقتي على المؤتمر مرتضى منصور. انا ما يهمنيش اللي حصل في الماتش امبارح قد يهمني كلام مرتضى منصور. يعني مثلا انا ما يهمنيش قد اللي حصل، لو رجعنا مثلا مش عايزين نخليها سياسه، بس اللي حصل في النكسه قد اللي يهمني احنا ازاي لمينا نفسنا بعد النكسه والحمد لله قدرنا ننتصر في 73. هو ده اهم. احنا كان عندنا نكسه امبارح، نكسه 3-0، ماتش للنسيان. كان ممكن يبقى سكور لو الاهلي اتجرأ علينا، وكان ممكن يبقى 5 و6 وما كناش هنجيب الواحد على فكره. قرارات مرتضى منصور النهارده، عمل مؤتمر يعني تمخض الجبل فولد فأرا. مرتضى منصور عمل اجتماع نفس الشو، نفس اللي حصل امبارح بعد المباراه. عندنا اجتماع لمجلس الاداره الساعه 11 بالليل ولا 12 بالليل، اجت 12 احنا اجلنا الاجتماع لبكره الساعه 3 العصر، اجت 3 العصر احنا اجلنا يعني ابتدى الاجتماع الساعه 5 العصر. نفس المرض ونفس الشو اللي اعرف عليه مرتضى منصور منذ ان توليه نادي الزمالك، ان انا ما عنديش اصلا ساعه، الساعه مع محمود الخطيب، انما هو ما عندوش ساعه. الساعة دايما عنده بعد ساعة، بعد 2، ويجي بعد 10، ويجي بعد يوم، ويجي بيومين. هخش في القرارات على طول. الموضوع مكتوب بالنص. لا، ما هو انا بحلل لك شخصية مرتضى منصور اول. خليك مع الخبر ده، مش دكتور. ده مصيبة الخبر. هو ما فيش خبر اصلا. قول يا باشا. الخبر عبارة، انا اقول لك التصريحات الاول في عجالة. المجلس خد قرار تجاه فيريرا، هو خد تجاه فيريرا الحمد لله، بس النهارده الفريق مرتبط بالتدريبات، اللهم صل على النبي، عشان عنده بكره معسكر مغلق قبل ماتش المحل. بس مش هياخد احنا بالفعل خدنا قرار تجاه فيريرا، وسيتم اعلانه بعد نهايه مباراه فاركو في الدوري المصري. تمام؟ الحمد لله. مجلس اداره النادي، الله اكبر بقى، خدوا بالكم من الحته دي. مجلس اداره النادي رفض بالاجماع استقاله جمال عبد الناصر، استقاله امير مرتضى منصور. تمام؟ جماهيرنا ستقف وراء الفريق ولا علاقة لها بتغيير فيريرا، وجميعهم رأوا ليلة سوداء بالأمس. الله واقف مع الجمهور اهو. من حق جماهير الزمالك أن تغضب ومش عارف ايه، أعلم أن الرياضة مكسب وخسارة، لكن لا يمكن أن تهزمنا بيدك. يعني الجمهور ما يهزموش بيدك. هو بيخاطب الجمهور، وأول مرة أشوفه بيخاطب الجمهور بالطريقة دي. خسارتنا امام الاهلي جزء منها التحكيم، وجزء منها سببه سيد عبد الحفيظ. ما اعرفش سيد عمل ايه. هو اصلا انا من نفسي ما بطيقش السيد، بس ما اعرفش هو عمل ايه في الماتش. هو ما عملش حاجه، وهو يعلم ما يفعله جيدا. طبعا مرتضى قال بعد كده واتكلم عن السحر، وان سيد عبد الحفيظ بيروح لصحراء ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده، وقال في ضمن المؤتمر ان الاهلي كسب بالتحكيم بالسحر والدجل والشيوخ، وقال لك ان الكره بتاعت اللي خبطت في القايم بتاع عواد كانت طلعت بره ولفت ورجعت تاني خبطت في القايم، وكأن احنا ما شفناش الماتش. المهم في الاخر الاجتماع ده كله ليه؟ عشان نرفض استقاله امير الدهاء، امير الذكاء، امير البحار، امير مرتضى منصور. احنا رفضنا بس استقاله امير مرتضى منصور. ده كل اللي طلعنا به من المؤتمر، والباقي كله خزعبلات وكلام فاضي. التعليق ليك يا استاذ محمود. خلصت. انا خلصت. اصل ما عنديش حاجه اقولها. ممكن اعرف البيان بتاعك جايبه من موقع ايه؟ هو كل ده كلام مرتضى، انا سامعه. بعد اذنك. انا سامعه. بعد اذنك. بغض النظر انا جايبه منين. انا سامع مرتضى. لو سمحت بعد اذنك. الكلام اخده وعطا، صح؟ اتفضل. البيان اللي حضرتك تليته على الناس دلوقتي جايبه من موقع ايه؟ يلا كوره.
يلا كرة؟ يلا كرة دي بتاعت مين؟ بغض النظر بتاع هو نقل انا سمعت عموما كلامك مردود عليه. انا سمعت التصريحات بنفسي، يعني مش في حاجه خطا. سمعتها منين؟ سمعتها مباشر. فين؟ مباشر على هو كان عامل بث مباشر، انت ما شفتوش ولا ايه؟ لا مش. طب ماشي انا شفته بس انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هقول لحضرتك على حاجه. هنسيبنا من التعليقات ونسيبنا من التصريحات ونخش للقرارات الرسميه اللي اتولدت عن مجلس الاداره. نقول معلومتين صغيرين زي ما الاستاذ محمد اخذ وافرض وانا قاعد بسمع معاه زي اللي قاعدين ورا الكاميرا بالظبط، بان الاجتماع كان امبارح الساعه 11 وتم الاعلان عنه في القناه. لما راحوا الاجتماع كان فيه حاله تفكك غريبه جدا في الفريق امبارح، لدرجه ان 2 بس من اللعيبه اللي ركبوا حافله الفريق بتاعه النادي والباقيين ركبوا عربيات اصدقائهم او عربياتهم الشخصيه بما فيهم المدير الفني شخصيا. من المسؤول عن التفكك؟ انا دلوقتي مش بقول المسؤول، انا بسرد موقف. ماشي، مين بسرد يا استاذ محمد؟ مش امير ده، مش امير، في فرق، مش امير هو مدير الكوره. في فرق ما بين السرد وفي فرق ما بين الراي وفي فرق ما بين الحقائق. ماشي، ما لازم اسالك. تمام. بناء على هذا الكلام مجموعه من مجلس الاداره كانوا مع التغيير الفوري. هو عندنا مجلس كانوا مع التغيير الفوري. عيب لما تقول عندنا مجلس اداره. بعد اذنك بعد اذنك لما يبقى عندك كبير مذيعين التلفزيون المصري خالد لطيف، مش كلهم هزازوا بتاريخه وعضو مجلس اتحاد الكوره سابق قبل كده وعضو نقابه الصحفيين، لما يبقى عندك كابتن مصر في كاس العالم جمال عبد الحميد واحد من افضل المهاجمين في تاريخ مصر، قراراتهم ايه؟ لما يبقى عندك مدير امن سابق علاء ميلد، لما يبقى عندك مقرر عام لمجلس النواب، لما يبقى عندك واحد من اقدم النواب، ما ينفعش انك انت عمرك شفت حد يتكلم من مجلس الاداره؟ وانت هات لي واحد من مجلس اداره النادي الاهلي يتكلم. لا ما نقارنش مجلس اداره، معلش محمد انا جاي لك. انا زملكاوي، ما نقارنش مجلس اداره الاهلي بمجلس اداره الزمالك. انت قارنتني النهارده على النت وعلى الميديا. لا انت بقالك يومين بتقارني. ده بقول لك ما تقارنيش ليه؟ لان المقارنه هتخليني في الارض وهو في السماء. ده انا بقول لك ده رحمه بنا انا السماء. امال ايه؟ يعني نكتفي بهذا القدر. لا كمل، انت قلت كفايه. كمل. انت بقالك يومين نازل سلخ وسايبينك براحتك. انا لن اهدى الا برحيل مرتضى منصور عن نادي الزمالك. هنتكلم في دي. مرتضى منصور يحتل النادي هو واولاده. اتفضل يا استاذ محمود. ده رايي، هو مش رايك يا اخي. انت بتحضر على رايي كده. انت اتكلمت وخلصت. انا لا بحضر على رايك. انت اتكلمت وخلصت. انت هاجمت امير وهاجمت مرتضى بس واتهمتم باللي انت اتهمتوا له وانا قاعد بسمعك لحد ما خلصت. اتفضل. انا هنا مش محامي مرتضى منصور. مرتضى منصور محامي عن اي قضيه بيكسبها. انا مش محامي عن مرتضى منصور. الا الزمالك. انا هنا الزمالك. انا هنا اللي بتعكنن لعكننه الزمالك وبفرح لفرع الزمالك. انا الشيء الوحيد اللي مش من صنع ايدي وبتمنى له الفرحه هو الزمالك. انا الزمالك اللي بشجعه وهو مغلوب قبل ما يكون كسبان. انا الزمالك اللي بكتم فرحتي لما ابقى كسبان لكن ما ببديش غضب نهائي وهو خسران. انا الزمالك اللي البوست بتاعي على العام ما بنزلش الا عشان ادعم فريق. كل كلامي على صفحه زملكاويه مدينه النصر او مكتفي بنفسه واصحابي. انا ما بنزلش بوست دعم غير في حاله الهزيمه على العام. وانتهى كلامي مع العام لاني لا اتحدث مع العوام. انا ما بقبلش ان واحد من جماهير الاهلي يخاطبني او يخش معايا في جدال، اما فيس تو فيس عشان اقدر ارد عليه واسكته، او لا عبر الميديا ودخول السفهاء والدهماء ما اقدرش ان انا اكمل معاهم الكلام. عكسك انت 90% من اصحابك اهلاويه وانت كنت منهم قبل كده وليك ثقافتك وليك فكرك. ده انا رقم واحد في حياه الزمالك، لذلك انا لا اتحدث الى الزمالك. مرتضى منصور نقطه في بحر الزمالك بالنسبه لي. مرتضى منصور قدم للزمالك وقدم. النهارده انا كاتب بوست على الجروب وعلى عام قلت فيه من كان سببا في سعادتي وجب علي دعمه. الناس اللي احنا قاعدين بنقطع فيهم دول من مدرب ومن لعيبه بقالهم سنتين حاطيني في مكان انا بحلم بيه. لحد اللحظه دي انا حامل لقب الدوري ولحد اللحظه دي انا حامل لقب الكاس. اذا هرب مني الكاس ومش قادر لسه عندي كاس جديد بدل. لكن الدوري لحد دلوقتي لسه ما انتهاش. انا جايب لك هنا احصائيات وارقام بتاعت السنه اللي فاتت يا محمد. انا النهارده متاخر عن الاهلي ب 8 بونت. انا اخر 7 اسابيع الاهلي كان سابقني ب 7 بونت. انا لسه عندي 20 اسبوع. انا ما بفوش بقالي 5 ماتشات. لسه عندي 20 اسبوع تعديل المسار. انا افكرك بتجربه يا محمد اذا لم يكن هناك ادوات لتعديل المسار. اين الادوات لتعديل المسار؟ ادوات تعديل المسار اول شيء الهدوء. حضرتك اتريقت وقلت ان مرتضى منصور
بيقول الهزيمه غير مقبوله لما تبقى بيدك، وبيتكلم مع الجماهير. لا، ده اسقاط على المدير الفني اللي كلنا اجمعنا على انه ادار المباراه اداره سيئه الماتش اللي فات. وبقول انا ما عنديش مانع اتغلب، دي روح الرياضه، فوز وهزيمه وتعادل، لكن ما تغلبش بايدك. الكلام موجه اسقاط على المدير الفني اللي اعطى الفوز للاهلي، وانا وانت وكل الناس مجمعين على ان اخطاء فيريرا في التشكيل والتغيير كانت سبب الهزيمه. ماشي، اتفق. ده اسقاط من مرتضى على الكلام. اتفق معاك ان فيريرا اخطا في تمام. اليس تمام. الراجل يا محمد مرتضى منصور خط. استنى، ما احنا خلينا والله هتكلم عليهم كلهم. هنتناقش مع بعض. لو قفلت كلامي انا وانا ناقشتك ما ينفعش انت تتكلم هو لا ناقشني ولا ناقشك. طب انا ليه ما عشان ناقشكش؟ اوصل لحل. انا برد على كلامك انت بس. ماشي، ما انا هقول لك اهو. لما نخش في النقاش هنتناقش، انا برد على النقطه اللي انت قلتها. بتفضل. تمام. يبقى كلمه بيدك هو مش قصد الجماهير، هو قصد المدير الفني. انا مستعد اتغلب لكن مش بايدك، اجتهد انت ولاعيبتك والهزيمه تبقى زي ما تبقى. لا هو بيوجه كلامه يا باشا والله الكلام اسقاط على المدير الفني، راجعه كويس. بقول للجمهور، هو بيكلم الجمهور، بيقول للجمهور انا الرياضه مكسب وهزيمه وتعادل، لكن ما تغلبش بايدك، الاسقاط على المدير الفني. دي واحده. الحاجه الثانيه، احنا في الاسبوع ال 14 يا محمد، مش كده؟ الدور الاول 17 اسبوع، لسه عندنا 3 ماتشات. الراجل بيقول احنا اخذنا قرار بالفعل، والقرار واضح وجلي وتم اعلان اللعيبه والجهاز الفني بيه. عندك 3 ماتشات، بادئ بالمحله منتهي بفاركو، اما تعديل المسار او التغيير، مفيش اكتر من كده. استاذ محمود، محدش هيصبر اكتر من كده. لا انت ما تصبرش. الاهلي عمل كده. لا الاهلي لم يصبر. الاهلي مشى موسيماني بين الدورين. لا مش بين الدورين. ومشى المدير الفني اللي جه بعد منه في نهايه الموسم. لما نتائج موسيماني نزلت جاب اسمه ايه ده، سواريش ده ولا كان اسمه ايه؟ جابوا بعد لما نتائج الزمالك الاهلي نزل يا محمد ما كانش في احنا عدنا على مرتضى منصور. يا استاذ محمود، يا سيدي انت بتقول فيريرا وحش، مشيه وهات لي اللي انت بتقول عليه صح. مش بتقول فيريرا وحش. انا ما اقدرش اهد المعبد. اللي انت بتقوله ده اسمه هد معبد. لا هو لا، مرتضى قراراته الفعليه ويقدر يعني مرتضى ما بيهدش المعبد عشان شرط الجزائي بتاع فيريرا. اتفضل بس، اتفضل، لازم اعقب. انا مش هديلك فرصه تتكلم بعدين. لا ماشي، لا انا ما بحبش اتكلم اصلا. ما بحب اتناقش. المناقشه. انت محمد وقفتني قلت بيان من صفحه. انا بقول لك البيان صفحه عدوى للزمالك. يلا كوره دي يعني. يا باشا انا سامع الزمالك جه فيه جول امبارح واتلغى، اول امبارح واتلغى. انا سامع الزمالك جه فيه جول اول امبارح واتلغى. الجماعه في الاستوديو يفكرونا كده. انا سامع الكوره اللي جت في العارضه بتاعه حمدي فتحي، موقع يلا كوره كان كاتب الفار يلغي هدف شرعي للاهلي. ده بيستعمونا. ده انت جايب البيان من موقع بيستعمينا. بس انت قلت انك شفته، فانا موافق على كلامك. انا موافق على كلامك. تمام؟ كلام يا جماعه بمنتهى البساطه. دفاعنا هنا الاول والاخير عن الزمالك. مرتضى منصور قالوا ان هو عدو ومقبره المدربين، وكان بغير المدربين قد ما بغير البدل والكرافتات. طب لما عمل استقرار، لما صبر عمل استقرار بدون ما يديني اللعيبه، هو باع اللعيبه. فين الاستقرار؟ استقرار بدون لعيبه؟ انت عايزني اخترع لك لعيبه زي ما جبت نيمار واجيب لك نيمار تاني؟ انا لعيبه لوحدي بقى كل اللعيبه مشي. اللي هم مين اللي وقعد مين؟ مين اللي اتباع؟ طارق حامد مشي. ما علينا من الكلام كله. محمد قال البيان والبيان بتاعه هو الاخير، وكلام انا ملوش لازمه. طارق حامد مشي. نتكلم بقى. ساسي مشي. مين اللي مشى طارق حامد؟ بغض النظر مين العفريت الازرق. العفريت. مين اللي مشى ساسي؟ العفاريت. انت محمد قلت مرتضى باع. انت جبت لي مين؟ يا حبيبي جبت لي مين؟ انت قلت لي باع. طارق حامد كان في ايده يجدد لي. كان في ايده مين؟ يجدد له. ما طلبش طارق حامد كان عايز 20 مليون في التجديد ده. عاوز 100 مليون. مش قال له تعالى اقعد؟ مش قال له تعالى اقعد وقال له اصل انا بستخير، اصل انا هنزل اسال في الصعيد واجي؟ هو كان طالب. انت كنت بره الميديا؟ لا كنت موجود. انت كنت بره البلد؟ بغض النظر طارق حامد مشي، انت جبت لي مين مكانه؟ ساسي مين جبت لي مين مشي؟ كلامك شرقي مشي جبت لي مين مكانه؟ ونجم مشي جبت لي مين مكانه؟ انت كده بتتكلم كلام مرسل، مش هنوصل لا مش مرسل. يعني انا بس نقطه نظام. هل مصطفى شلبي هو بن شرقي؟ انا بسالك اسئله اهو. هل مصطفى شلبي هو يا محمد لو سمحت بعد اذنك، انا عاوز بعد الناس ما تخلص لما تتفرج على الحلقه تطلع من عندنا سامع حاجه وصل لها معلومه احنا قلناها. احنا كده قاعدين بنرقص هنرقصهم معانا. انا معايا ورقه بيضاء يعني، وحضرتك بتفهم في الكوره زي كل الزملكاويه. طب ممكن تخليها لي ديت حلقه واحده لان انا عايزها حلقه بعدين. كلمني اللي بس هي ايه؟ اللي هي الصفقات بتاعت مرتضى. انا مش هجيب مرتضى، خلاص مرتضى مات. ماشي كلمني. مرتضى مات. انت معاك الدوري المصري
سد لي الثغرات اللي مشت. هات لي بديل لطارق حامد. انا مش عايز من الدوري المصري، انا عندي ده، انا جبت خمس محترفين مراكز الشباب. كنت انت بتقول لي اسد ثغرات الدوري المصري، انا ما عنديش في الدوري المصري. ما نعمل زي الاهلي دلوقتي، بيجيب مدافع عالمي، وبيجيب راس حرب عالمي، وبيجيب جناح عالمي، وعنده خط نص عالمي ديانج، وعنده جناح شمال عالمي. اشمعنى انا لما الاهلي جاب 3 صفقات شتويه اشتركوا في الماتش بتاع امبارح اللي غلبونا 3-0. انا جبت مين؟ اتفضل. خالد عبد الفتاح ومروان عطيه واللاعب التونسي اللي لسه مش حافظ اسمه. انت جبت مين يا اسماعيل؟ طلعنا فصل.